قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. ما معنى كلمة أزواجهم؟ الغالب أن يتبادر للذهن أن الأزواج هنا أي أزواجهم الذكر والأنثى. طبعا لا، هنا معنى أزواجهم أي قرناءهم، فمعناها هنا في هذه الآية أي أشباههم ونظراءهم، فيجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الزنا مع أصحاب الزنا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر، وهكذا كل صاحب عمل شبيه بماذا؟ في العمل. ولذا قال الله عز وجل وإذا النفوس زوجت أي قرنت، فقرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، أو بمعنى قرن الأرواح مع هذا بالأجساد، وهذا قول آخر للمفسرين. قال والزوج في اللغة يدل على المقارنة والاجتماع، وهذا هو خلاف ماذا؟ الفرد. ومنها كذلك كما قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ما معنى يزوجهم هنا؟ معنى هنا يجمع لهم بين الذكور والإناث، فبعض الناس قد يأتي أولاد يعني أبناء، لأن كلمة أولاد هذه فائدة، الأولاد تطلق على الأبناء والبنات. لكن الله عز وجل قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأبناء الذكور، البنات الإناث. فهنا قد الشخص يرد له ماذا؟ أبناء، وشخص بنات، وشخص يزوج الله عز وجل يعني هنا ذكور وأناث، وبعضهم يجعل الله عز وجل ماذا؟ عقيما.